اتعملت الإمساكية في عصر محمد علي في شهر رمضان عام 1262 هجري الموافق 1846 ميلادي. وفكروا وقتها انهم يعملوا جدول في مواعيد الصلاة في رمضان، وقت الفطار ووقت السحور كمان، وسموها إمساكية نسبة لكلمة إمساك، وهو الإمساك عن الشرب والأكل. وطبعوها على ورق وعملوا ليها شكل، كانت ورقة لونها أصفر وعليها زخرفة إسلامية وبخط كبير وعريض كلمة إمساكية، وكانت بالتقويم الهجري مش الميلادي، وعليها صورة محمد علي. قال أهو أسيب صورتي لأحفادي، وكان اسمها إمساكية ولي النعم. واتطبعت الإمساكية دي في مطبعة بولاق واتوزعت على كل الناس والأسواق. سؤال الحلقة وسؤال سهل جدا جدا، الإمساكية اتطبعت فين؟ ودي كانت حلقتنا النهاردة. استنونا بكرة في حكاية جديدة، نتمنى تبقى